شركة ايجي دايموند هي اقدم واول شركة للمشغولات الالماس في مصر، ولو خدت بالكم الاسم كده فهو اوله اي جي اللي هو زي ايجيبت جولد في الذهب يعني، لان الشركة دي كانت شركة من شركات ايجيبت جولد، فكان ايجيبت جولد هم في الذهب وايجي دايموند دي للالماس. وطبعا اللي اسس شركة ايجي دايموند الله يرحمه الحاج مصطفى نصار، والحاج مصطفى نصار واخوه الحاج حسن نصار هم اللي اسسوا الشركات دي زمان. وشركة ايجي دايموند دي لما تأسست كانت سنة 2001، وساعتها كان الألماس في مصر منتشر في مناطق معينة، انما هم بدأوا المشغولات والحجارة، وشركة ايجي دايموند هي اللي بدأت فكرة المشغولات الألماس تبقى موجودة عندنا وبكثرة وبكواليتي جميلة جدا، وفي نفس الوقت هتلاقي الحجارة موجودة عندهم. وبما انهم بدأوا الحكاية من زمان، شركة ايجي دايموند دلوقتي متربعة على عرش الألماس في مصر، وبتقدم ديزاينز دايما بتناسب الذوق المصري، وكمان المصنع بتاعهم واخد شهادات الايزو، وعاملين شراكة مع شركة HRD اللي بتشهد كل الحجارة اللي موجودة. وعشان تعرفوا قد ايه هم مميزين، هم اول ناس يجيبوا الميركل عندنا في مصر. فاكرين الميركل اللي قالب الدنيا الفترة دي؟ هتشتري ميركل حجارة وحيد هيبان حجمه اكبر منه بكتير، وكمان اتعمل منه اللطقم والخواتم والحلقان وكل حاجة. كنا ورينا لكم ده في فيديوهات كتيرة قبل كده، كل ده بالشراكة بيننا وبين شركة ايجي دايموند. ويمكن النهاردة انا طالع اتكلم عنهم عشان اشكرهم على اللي بيعملوه معانا، ومعظم الديزاينات بتاعتنا هم اللي بينفذوها لنا في المصانع بتاعتهم، لان احنا بنبقى ضامنين كواليتي الحجارة اللي هم بيعملوها. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس هل كنتوا تعرفوا ان معظم اللي انتوا بتشتروه صناعة ايجي دايموند؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.